تقييم اللاعب منتخب مصر بعد التعادل امام انجولا، هي دي اهم التقييمات. مصطفى شوبير اللي عمل اداء قوي جدا في المباراة وكان من نجوم المباراة اصلا ويستحق 8 من 10، واحمد فتوح اللي على اداؤه ياخد 6 من 10، وحسام عبد المجيد اخره 5 من 10 ده مع الرأفة، ومحمد اسماعيل اللي مع ان ده اول ماتش ليه دولي بس 5 من 10 حلو عليه برضه، وخالد صبحي برضه ياخد 5 من 10، واحمد عيد اللي اجتهد في الماتش ده بصراحة يستحق 6 من 10، ومهند لاشين كان واقف في نص الملعب يعتبر لوحده بس كان ليه اخطاء كتيرة جدا اخره 5 من 10، ومحمود صابر 5 من 10 برضه. ابراهيم عادل كان اناني جدا بصراحة، كان مستفزني في كام كورة كده عشان كده اديله 3 من 10، وصلاح محسن كعدت هو بيجري بس هو اخره 3 من 10 كده مع الرأفة برضه، ومصطفى محمد برضه 3 من 10 ما شفناهوش كتير اصلا، والبودلة كان فيه زيزو ضيع لك كرة كده صعب قوي ان زيزو يضيعها فيستاهل 3 من 10 على الوقت اللي لعبه، وياسر ابراهيم برضه على الوقت اللي لعبه اخره 3 من 10، مصطفى فتحي اللي ممكن يتألق مع كل الدنيا الا منتخب مصر تحسه كده ما بيعرفش يلعب في منتخب مصر خالص اخره 2 من 10، محمد شحاتة 2 من 10، وحمدي فتحي هو نزل اصلا في الدقيقة 90 تقريبا فمالوش تقييم ده. ودي كانت تقييماتي للمباراة، عايز اعرف تقييماتك انت للعيبة، وكالعادة ما تنساش اللايك والاشتراك. شكرا.